كتير واحنا بنشارك الناس عن ايماننا بنحس ان في تحديات كتير قوي بتواجهنا. انا اوريدي فيا اللي مكفيني ومضغوط في الحياه. انا ممكن اقابل كيسز صعبه معرفش اجاوب على الاسئله اللي هتتقالي، ومش هيبقى عندي حلول للناس. انا مش عارف قوي اقول ايه، وانا مش عارف مين الشخص اللي قدامي وخلفيته ايه. تحديات كتير قوي بتقابلنا، وده بالظبط اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده. فكملوا معانا الحلقه للاخر وان شاء الله نجاوب على كل الاسئله اللي بتواجهنا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست شارك. السيزن ده بنتكلم عن الكرازه. ضيف حلقتنا النهارده هو امير. ايه الاخبار؟ ازيك يا ساره؟ كله حلو؟ ازيك يا بسوم؟ كويس. ممكن يا امير تعرفنا عن نفسك في الاول؟ احب جدا اعرف نفسي. انا اسمي امير كرم، شاب لطيف جدا. عندي 30 سنه. بشتغل دكتور سنان. وانا خاطب. وانا ايه تاني، انا بخدم شباب في جمعيه خلاص النفوس شبرا، في اجتماع جامعه، وده بجانب شغلي يعني كطبيب اسنان. طب يا امير، عايزين نسالك شويه اسئله النهارده. عايزين نتكلم شويه عن التحديات اللي بتواجهنا واحنا طالعين نكرز. عايزه اسال حاجه. دايما بنسمع انه وانا طالع اكرز ده مجهود او حاجه انا هعملها. ناس كتير قوي بتحس ان انا فيا اللي مكفيني قوي، يعني مرهق ومضغوط في الحياه، ويعني بالعافيه شايل شيلتي، فان انت كمان تطلب مني ان انا اطلع ابقى بكرز، دي حاجه تقيله. ف يعني ممكن تقول لنا ايه في الموضوع ده؟ يعني اول حاجه عايز اقولها، بس انت مش عندك تارجت معين مثلا وانت محتاج تروح تعمله، فانا ده انا مضطر بقى، غير ان انا تعبان في شغلي وكده، انا مضطر كمان اكرز. فبحسها شويه كده. والسؤال ده مشهور يعني، ومعتقد مشهور، عامله زي كده انت ابن الشركه، انت ابن الملكوت، فانت لازم تكون بتكرز، لازم تكون بتعمل، لان عندنا تارجت معين المفروض نحققه. فانا هطلع، انت حتى وانت بتسالي سؤال بتقولي نطلع نكرز. يعني انا شويه ببقى حاسس انه لا، انت مش محتاج تطلع تكرز ولا حاجه. لو انت تعبان ومضغوط مش محتاج تعمل كده. يعني اكيد لو انت حابب تعمل كده وشايف ان دي حاجه جميله وحاجه انت عايز تعملها، بليز اعمل كده. وهي وصيه كتابيه طبعا، اذهبوا للعالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقه. لكن رب يسوع في تعامله وفي كلامه لينا عن الكرازه ما كانش بيكلمنا عن ان هو تارجت معين انت المفروض تكون بتحققه وتكون لو انت تعبان ومرهق. لا، لو انت تعبان ومرهق تعالى الى موضع خلاء واستريح قليلا. يسوع على فكره في اوقات كتيره في حياته كان بنشوف ان هو، الاناجيل بتقول 7 مرات ان هو كان بيعتزل وبيروح يصلي. ومنهم مشهد حتى يعني ملفت قوي للنظر في لوقا 5:15 بيقول كده انه بعد لما عمل معجزات وشفى الابرص، بيقول الكتاب فذاع الخبر عنه اكثر، فالناس كلها عرفت عن يسوع وعرفت مين الشخص القوي قوي ده. فابتدأ فالجموع اجتمعوا، جموع كثيرة اجتمعوا وعايزين يسمعوا منه. فبيقول الآية اللي بعدها أما هو يسوع فاعتزل إلى البراري ليصلي. راح لوحده، كان قاعد حاسس ان انا لا، الوقت دوت انا عايز اصلي، عايز ارجع لعلاقتي مع الاب، بيني وبينه مش وقت مناسب. حد تاني يحس انت ضيعت فرصة يا يسوع، ده انت كان عندك فرصة للكرازة رهيبة، انت كنت هتجيب مش عارف نفوس. انا عندي اعتراض حتى على لفظ نجيب نفوس ده، نبقى نتكلم فيه يعني بعدين. بس يعني هو مش تارجت انت مفروض تحققه وتيجي على نفسك وانت بتحققه. لكن انا بحس الكرازة شوية شبه التسبيح شوية. يعني قصدي بشبه التسبيح؟ قصدي ان هي بتبقى رد فعل. لو انا بحب الله قوي فعلا، وبالنسبه لي الله هو احلى حاجه حصلت لي، علاقتي بيه هي احلى حاجه حصلت لامير، وبحب الناس قوي في نفس الوقت، وبالنسبه لي الناس غاليه قوي عليا وفعلا عايز لهم احسن حاجه. وده الغرض والهدف الوحيد للكرازه، ان انا بحب الله وبحب الناس، مش اي اغراض تانية خالص، ولا انك نزود اعداد المسيحيين، ولا ان احنا ولا انك هتاخد ثواب في الاخره لو نهائيا. بحب الله وبحب الناس. لو انت بتحب ربنا قوي فعلا وبتحب الناس قوي فعلا، فمن الطبيعي ومن المتوقع اللي يخرج تلقائي منك انك بتكون بكلم عنه للناس، لان انا بحب الناس قوي وبالنسبه لي دي احلى حاجه حصلت لي. لو انا عندي خبر مثلا، انا وباسم صحاب، وانا عندي خبر مثلا انه باسم لي $1,000,000 في البنك في حساب باسمه، ولو انا مخبي على باسم حاجه زي كده
يبقى يا اما الخبر ده مش حقيقي، انا مش مصدق قوي في الخبر ده، يا اما انا ما بحبش باسم ومش عايز الخير ليه، او عايز الفلوس، او انا عايز انهب بقى بس عايزها ليا انا، عايز اي حاجه. يعني عشان كده بقول شبه التسبيح، حاجه طالعه تلقائي رد فعل اللي انا اختبرته وعايزه الناس تدوقه بالظبط. فحتى داود كتير في المزامير بيقول انه باخبر باسمك ما بين الامم، وهو بيقولها هنا مش بيقول ان انا بعمل كرازه وبخرج عندنا حمله كرازيه هنروح نعمل، بس هو بيقول لا ده انا دي طبيعتي، دي اللي انا بعمله، انا ضايق حاجه حلوه قوي قوي وعايز اقول للناس كلها عنها عشان انا فرحان قوي بالحاجه ديت، وفي نفس الوقت بحب قوي الناس. لو انت بجد مرهق بليز اقعد ارتاح. انا شخصيا في وقت في حياتي ربنا كنت حاسس ان هو بيشجعني قوي ان انا اصوم عن الخدمه، وده يمكن مفهوم غريب شويه يعني. بنصوم عن حاجات يعني تحس ان احنا بنصوم عن الاكل او عن حاجات تانية، لا بس انا حسيت في وقت انه لا، امير محتاج تاخد البريك الوقت المعين دوت. وفي حتى القائد الشخصي بتاعي شجعني لحاجه زي كده. خدت فتره كده 6 شهور وقفت كل خدمه، وكنت قاعد انا والله معتزل بشكل يعني معين وبصلي وما كانش فيهم خدمه بمعنى كلمه الخدمه اللي انا بخدمها في وسط الشباب حتى او منبر او وكانوا سبب بركه كبيره قوي لحياتي. وكان ده اللي اظن يعني ده اللي كان ربنا عايزه الامير في الفتره ديت. فانت ما تحطش الموضوع على انه انا عليا عبء الكرازه لان انا ابن الشركه فده تارجت معين بنحققه، فده المفهوم دوت هيعبئك اكتر ويثقلك. لكن لو هو رد فعل طبيعي طالع مني الإله أنا فعلا منبهر بيه كل يوم، والناس أنا بحبها قوي وخايف عليها فعلا ونفس عايز لهم أحسن حاجة، فأظن هتطلع بالتلقائي مني من غير ما أضغط أكتر في أوقات. لكن أكيد في أوقات كتيرة هبقى بخدم وأنا تعبان وإتس أوكي، بس أنا فرحان وحابب إن أنا أعمل كده. وفي وقت تاني هبقى محتاج أعتزل زي ما كان يسوع بيعمل. طب أمير عندي سؤال وعندي سؤال بعديه. بس أول سؤال، مش يمكن لو أنا طول الوقت مستنزف طول الوقت مطحون كده، مش يمكن ده ألارم إنه لأ في حاجة غلط، أنت محتاج يا إما تروح لمساعدة، تطلب مساعدة، أو أنت متاخد في حاجة مش اللي هي مفروض تعيش لها. فمثلا لو قلت انا كباسم قررت انه انا هدي الوقت اللي جاي للشغل ومضغوط قوي من الشغل ومش عارف ايه، فوقفت خالص خدمه، ومش بتكلم على خدمه كنيسه، بتكلم على خدمه كلامي حتى مع الناس وفي الشغل وكده، عشان مش قادر اخش في نقاشات، مش قادر اتكلم، مش قادر اسمع او كده. مش يمكن ده الارم انه باسم انت عندك حاجه بلعاك مش المفروض تكون بلعاك؟ ممكن قوي، يعني انا معاك، ممكن قوي تبقى دي الارم لحاجه معينه بقى، سواء انت بقيت وركهوليك بتحب الشغل قوي او كذا، ممكن فعلا. وعايز اقول ممكن يبقى ده سيزن في حياه باسم. يعني فعلا انا اول ما اتخرجت وبدات شغل كنت لسه بقف اسيستنت في عيادات، ده كان جزء من شغلنا، فكنت بنزل 4 عيادات، الجدول بتاعي كان مزحوم جدا، كنت يعني كنت تعبان قوي، وقعدت كده فتره، والفتره دي كانت مهمه حتى بالنسبه لشغلي، والفتره دي ربنا شكلني واستخدمني فيها. لما طولت فعلا حسيت الشعور اللي انت بتتكلم عليه دوت، انه فعلا لا محتاج اوقف ومحتاج ما يبقاش ده يكمل. بس انا عايز اقول يعني مش عايز احط رول انه انت اي وقت انت تعبان فيه يبقى الشغل غلط، ومش عايز احط رول انه انت وانت بتخدم هتبقى دايما مش تعبان خالص. يعني يكون صاحي على الاقل بايه اللي بيسبب تعب، وده فعلا انا عايز اديله اولويه ولا لا، وربنا عايز ايه في 100%. وتحط الموضوع قدام ربنا، وتحطه كمان قدام ناس بيحبوك، وبالذات لو قائد شخصي. انا ذكرت انه انا ساعتها قائد شخصي هو اللي شجعني، قال لي امير اعمل كده، وفعلا كان صوت من الله ليا، يعني انه الشخص دوت قال لي الكلام دوت. فانا القرار حتى ما خدتوش لوحدي، كنت دايما بشارك مع ناس واقول له ايه رايك، هو ده سيزن فعلا موسم في حياتي، ولا انا بقيت شخص وركهوليك ومحتاج اوقف ده. حاجه بس اخيره في اللي انت قلته برضو يا باسم، انت كنت بتقول اوقف خدمه او محتاج اوقف خدمه. انا يعني ما اعرفش انت صاحي للمعلومه دي ولا لا، بس عشان لو حد بيسمعنا، احنا مفهوم الخدمه عندنا احيانا بيبقى مشوه بانه الخدمه هي انك تروح تتكلم عن يسوع لناس معينه، او انك تعمل خدمه جوه الكنيسه، او انك تعمل حاجه معينه. فما انه مفهوم الخدمه في الكتاب المقدس حتى، ومفهوم العباده في الكتاب المقدس اشمل واوسع بكتير. هو بيشمل كل ما تعمله في حياتك في مخافه الله هو خدمه. كلمه العباده في العهد القديم كلمه اباد شامار اللي كانت موجوده في سفر التكوين، اللي بتتكلم عن ادم وحواء اللي كانوا بيعملوا في جنه عدن ويحفظوها، اللي هي نفس الكلمه اللي بتترجم للعمل احيانا.
فكأنه العمل وانك تعبد الله، لو انت بتعمل عمل بأمانة قدام الله وفي مخافة الله، هي عبادة لله. أوكي. فممكن تكون بتغسل مواعين في البيت عشان خاطر أولادها، وتبقى دي عبادة وتبقى دي خدمة رائعة. وعارفين الآية كلها بتاعت كأس ماء بارد لا يضيع أجره. كل ما باسم بيعمله، يعني باسم هو أمين في الشغلانة بتاعته، هو قاعد على الإكسل شيت اللي حاسس إن هو ممل وحاسس إن هو مش بيعمل حاجة، لكن دوت بينتج، وده بيساعد إنه الشركة والشغل والناس كتيرة تستفاد وناس تتبارك بحاجة زي كده. هي خدمة والله شايفها وشايف قلب باسم وأمانة وبيستخدمها. مش بس الخدمة الكنسية، يعني هي الخدمة. اوكي. طب عندي بقى سؤال تاني. انا بتكلم برضو مع ناس كتيرة ومن الحاجات اللي انا بسمعها من الناس اللي بتقول انا مش عايز اتكلم مع حد بره الكنيسة، هي انه انا ممكن اسوحه، ممكن يحكي لي على مشكلة اديله حل، وبما اني بقى اللي هو صورة المسيح بالنسبة له كان يعني اكيد هو ده الرأي المسيحي، بيقول اعمل كده ويعمل كده ويروح في داهية. فانا احسن لي اعمل ايه؟ اروح قاعد ساكت وحاطط لساني جوه بقي، ما اتكلمش، ما اقولش رأيي، ما اتناقش، لحسن ادي لحد معلومة وتوديه في داهية. يعملوا ايه؟ سؤال حلو وصعب، بس يعني عايز شوية أوسع في الأول مفهوم الكرازة، أو مفهوم حتى، يعني في الأول كنت بحاول أوسع مفهوم الخدمة، عايز كمان أوسع مفهوم الكرازة. فالكرازة مش بس بالكلام، لكن إحنا بنكرز بما نقول، بنكرز بما نفعل، وفوق كل دوت بنكرز بما نكون، بإحنا مين. فانا عارف كويس قوي ان في ناس فعلا يعني انتروفيرتس، انطوائيين. هو فعلا انا عندي مشكله في يعني في السوشيال ابيليتيز، في قدراتي الاجتماعيه، مش بعرف اروح افتح كلام مع الناس وكده. فانا كده يعني مش هكرز، مش هخدم. بالعكس، ده هو الكرازه اللي بالكلام ديت. عايز اقول لك يعني من خبرتي وخبره كثيرين، يعني اقل انواع الكرازه اللي بتجيب فعلا ثمر. يعني الناس شبعت كلام، شبعت وعظ. الكلام موجود في كل حته اصلا، الانترنت والسوشيال ميديا، الكلام موجود في كل حته. بس الناس عايزه تشوف ناس عايشه حاجه مختلفه. لما بيتكلم في بطرس الاولى 3:15 مستعدين دائما لمجابه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ناس شافوا رجاء فينا، شافوا نوع حياه فيها رجاء، اللي هو في وسط ما الاقتصاد بينهار والدولار مش عارف بيعمل ايه وكذا كذا، انا مش خايف، مش مهزوز قوي زي باقي الناس. في وسط ما المخاوف موجودة حوالينا، في وسط ما الناس كلها بتجري عشان تتنافس في الكلية بتاعتي عشان مين يبقى الأول ويدوسوا على بعض، لا أنا على فكرة أنا بدي من المصادر اللي كانت عندي، وعايز الناس كلها تنجح كمان وتجيب درجات حلوة. ناس عندها رجاء مختلف. الرجاء بتاعها مش في ان انا اطلع الأول، مش في ان ابقى عندي اكتر ممتلكات، رجاء مختلف. فدي نوع حياة، مش كرازة. يعني وكتير ناس بيسألوا السؤال ده، وطبعا ما حدش بيجي يسألني عن سبب الرجاء اللي فيا. ما بقول له يعني محتاج تبص على حياتك، هل حياتك فعلا بتوري رجاء فعلا، ولا يمكن ربنا عايز يشكلنا من خلال الخدمة ديت، وانه يعلمنا ويكبرنا ويغيرنا احنا كمان. ودي نقطة مهمة قوي، انه الكرازة مش بعمل عمل خيري للآخر، انا اللي محتاج الكرازة فعلا، لانها بتغير حياتي وتشكلني، وربنا يستخدم دوت لتشكيل هذا الإناء الخزفي اللي مليان خطية، اللي مليان دوافع غلط، ياما أمير خرج بيها للكرازة. مرة تانية احنا بنكرز بما نكون، دي أغلى حاجة. انت مين؟ شخصيتك عاملة ازاي؟ بتحب قد ايه؟ بتحب بجد ولا لا؟ متواضع بجد ولا عايز تثبت ان انت صح في النقاش؟ وده على فكرة بتبان قوي، والناس بيعرفوا مين الشخص الحقيقي بجد، ومين اللي جاي ايه عشان يحقق تارجت، وانت والشخص التاني بالنسبه له مجرد اوبجكت، مجرد انت تارجت بالنسبه لي، انا عايز تاسك بالظبط، عايز اعمل تشيك جنبها، انا كلمت شخص عن المسيح، انا عملت. الناس بتفهم ده قوي وبتقراه قوي، وبتحس ان هي فعلا رخيصه وبتنفر من الشخص دوت. فكيني عايز اقول، لو انت شخص فعلا مش متكلم او مش عندك السوشيال ابيليتيز، اشجعك انك تتعلم، اشجعك انك تدرس، اشجعك انك تعمل كده. لكن اتس اوكي لو انت مش عارف تعمل دوت في وقت معين، او مش دي شخصيتك. وعمر ما كان دي حاجه وقفت يعني الناس او التلاميذ عن الكرازه. معلش يا امير، خليني اقطعك ثانيه، انه في اسئله مش بنعرف نجاوبها، بس في كمان حالات انا بحس ان انا عطلان فيها. فهل انا كحد بيخدم الناس وبيكرز للناس مطلوب مني انا احل مشاكل كل الناس، مشاكل نفسيه، اكتئاب، اللي هو اضطراب قلق، عايز ينتحر؟ هل انا مطلوب مني كباسم او كشاب ان انا لما اطلع اتكلم اعالج كل ده؟
بالعكس يا باسم، احنا عندنا مبدأ كده في المشهور شوية في الطب، اسمه كده when in doubt refer out. لما تبقى شاكك حول الشخص لبره، بره ايه، بره عيادتك يعني. فلو انت جاي لك حاله في العياده، انا بتكلم بطريقه يعني طبيه لو جاي لك حاله في العياده وانا مش عارف اتعامل معاها ازاي، دي حاجه فعلا ما شفتهاش، او تخصص تاني مثلا انا تخصصي تقويم اسنان وده حاجه محتاجه جراحه، ارجوك ما تفتيش. بالعكس، ده الدكتور الشاطر هنا هو اللي يقول ده مش التخصص بتاعي، انا فعلا ما اعرفش، ويحوله لحد تاني. انت كده فعلا بتحب المريض دوت وعايز مصلحته، مش هدفك انك تثبت للمريض دوت ان انا الدكتور الجامد اللي بيفهم في كل التخصصات اللي في الدنيا، وفي الاخر هروح مسوح المريض. ونفس الحاجه مع واحنا بنكرز، بالعكس، او احنا بنتكلم مع الناس عموما حاجه انا مش عارفها، بليز ريفير اوت. وده لا يعيبك في اي شيء، بالعكس ده معناه انك بتحبه بجد، واظن الشخص كمان هيحترم دوت. معلش ثواني، انا ده مش تخصص بتاعي، بس انا انصحك قوي قوي انك تروح للدكتور فلان تقعد معاه، يمكن ده يحسنك ويساعدك يعني. شكرا شكرا يا شكرا يا باسم، شكرا يا ساره.